واخيرا بعد فترة توقف طويلة بقالنا كتير ما شفناهاش في الدوري المصري، حوالي 69 او 70 يوم، ترجع لينا من جديد متعة الايجيبشن ليج. بس قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة، مساء الفل عليكم واهلا بكم في حلقة جديدة من بالعربي كورة مع أوسام. وفي حلقة النهاردة هقول لكم أهم الماتشات اللي هنتابعها إن شاء الله مع بعض، وفي نفس الوقت هقول لكم التشكيل الشبه رسمي للثلاث أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز. وكمان هقول لكم عن الصفقتين الجداد اللي الزمالك أعلن عنهم، وفيهم صفقة تقيلة جدا جدا جدا، وهنشوف كواليتي لعيب مختلف جدا في الدوري المصري. وكمان هقول لكم موعد الرسمي لعودة إمام عاشور، وكمان اخر مستجدات في موقف وسام ابو علي مع الاهلي والازمه بتاعته الشهيره جدا. فقبل ما نبدا حلقتنا النهارده اتمنى تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، ونبدا حلقه النهارده. في الاول احب اتكلم عن اهم 3 ماتشات الجوله الاولى. اول ماتش وهو الزمالك مع سيراميكا كيلوباترا، واللي هيكون ماتش صعب جدا. تاني ماتش بيراميدز مع وادي دجله، وده هيكون ماتش غايه في الصعوبه، ولو بيراميدز قدر يعديه فعلا هنشوف دوري مختلف السنه دي. والماتش الثالث وهو ماتش الاهلي مع مودرن سبورت، ومودرن سبورت عمل صفقات كتيره جدا، وبالتالي هيبقى ماتش صعب جدا على فريق الاهلي. فعندنا اول 3 فرق اللي هم الاهلي والزمالك وبيراميدز ماتشاتهم صعبه جدا في اول جوله، ولو قدروا يعدوها انا بقول لكم ان احنا هنشوف دوري مختلف جدا السنه دي. اول حاجه نبدا بالصفقات اللي اعلنها الزمالك. الزمالك اعلن عن صفقتين جداد. اول حاجه وهو المهاجم عدي الدباغ، المهاجم الفلسطيني، وهو مهاجم صغير في السن وعنده كتير قوي يقدمه مع نادي الزمالك، وفعلا هنشوف كواليتي حلو، كواليتي مختلف. لعيب هداف، لعيب ستايله كويس، لعيب اشول، لعيب جميل جدا، وهيمتعنا ان شاء الله ان شاء الله في الدوري ده. تاني صفقة وهي أهم صفقة بعد شيكو بنزا، أو كمان نقدر نرتبها قبل شيكو بنزا، وهي صفقة خوان الفينا بيزيرا. اللعيب ده ممكن محدش كتير يسمع عنه، هو لعيب برازيلي، وطبعا كلنا متفاجئين ان الزمالك تعاقد مع اللاعب برازيلي، ودي حاجة جديدة علينا في الدوري المصري. ما افتكرش تقريبا غير كينو كان في بيراميدز، وكان لعيب جه في الاهلي في مره، بس انا مش متذكر اسمه الصراحه. جه ومشي ومحدش سمع عنه. لكن في حاجه ممكن مش الكل يعرفها عن اللعيب الجديد اللي في الزمالك جاي. اولا خلينا نتفق ان احنا هنقول عليه بزيرة على طول، تمام. بزيرة ده السنه اللي فاتت كان رقم 7 على العالم في المراوغات. انتوا متخيلين يعني ايه رقم 7 على العالم؟ في قايمة ضمت لامين يامال وديزري دوي ولاعيبة كتيرة جدا جدا صغيرة في السن، ولاعيبة كبيرة عالمية. كان اللاعب اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو خوان بيزيرا. بيزيرا ده احتل المركز رقم 7 في المراوغات على العالم، وده رقم صعب جدا، وما اعتقدش ان حد جه الدوري المصري قبل كده حققه. طبعا ممكن كلنا مستغربين ان هو ليه جه الزمالك ما راحش نادي اكبر من كده. الزمالك طبعا نادي كبير ومحدش يقدر يختلف على كده، بس هنشوف مستوى. ونخش على الخبر التاني وهو الموعد الرسمي لعودة امام عاشور. وامام عاشور كل التقارير بتقول ان هو خلاص شبه جاهز، هو بس اللعيب نفسه حابب ان هو يتمرن شوية في الجيم ويقوي على عضلة الكتف والترقوة بالذات، علشان خاطر هو دي تاني مرة يتصاب فيها، فهو مش عايز الإصابة ترجع له مرة تالتة. فبالتالي هو حابب ان هو يقوي مكان العضلة الأول وبعدين يرجع يشارك مع الفريق بشكل أساسي. فهو بنسبة كبيرة هو جاهز تماما. هو كل الفكرة ان هو هيقعد مثلا اسبوع اسبوعين تمارين تأهيلات، هو بالكتير اوي هيغيب عن اول 3 ماتشات للأهلي، وبعد ال3 ماتشات دول هتلاقوا امام عاشور رجع الملعب وهنتفرج عليه كالعادة. وطبعا هيتألق اكيد. ده امام عاشور تقريبا احسن لاعب في مصر السنة اللي فاتت، واخد جايزة احسن لاعب في مصر، فاكيد هنشوف منه تطور كمان في المستوى، وانا متاكد ان مع خوسيه ريبيرو هنشوف مستوى تاني لامام عاشور. نخش على الخبر اللي بعده وهو وسام ابو علي. وكلنا تابعنا الفتره الاخيره مع وسام ابو علي والنادي الاهلي. الاهلي كان عايز يكمل مع وسام، بس وسام كان عايز يمشي، فبالتالي خلاص الاهلي مش هيقف قدام رغبه اللعيب، فعايز تمشي يمشي، بس هات عرض كويس. اللعيب كان مصمم وضغط على النادي الاهلي بشكل مش كويس، لدرجة ان الصحف بدأت تتكلم عن الموضوع وبدأت تقول ازاي لعيب يتعامل كده، وطبعا شفنا بيان الاتحاد الفلسطيني عن الموقف يعني.
بس في الاول وفي الاخر هما كانوا اتفقوا مع كولومبوس كرو ان شاء الله وسام ابو علي هينتقل ليهم مقابل 7.5 مليون، وبالتالي في امتيازات. لان الاهلي كان رافض يبيعه باقل من 9 او 10 مليون، لكن كان في امتيازات هي اللي علت من سعر الصفقة نفسها، وبالتالي وافق النادي الاهلي وادارة النادي الاهلي على بيع وسام ابو علي. ولكن الازمة الجديدة في الموضوع ان كولومبوس كرو كان عامل في حسابه ان في لعيب من عنده هيمشي، وبالتالي وسام ابو علي هياخد مكانه. لكن دلوقتي اللعيب ده مرضيش يمشي، فقدام كولومبوس كرو حل من الاتنين: لا اما يعيروا وسام ابو علي الفترة دي لغاية لما يتفتح لهم تاني القيد ويقدروا يبيعوه، يقدروا يأيدوه انا اسف، او ان هم يمشوا لعيب او يتنازلوا عن مرتبه او ايا كان ويخشوا وسام ابو علي مكانه، وده طبعا شبه مستحيل. فحاليا الاهلي عمل حاجه علشان اللعيب ما يمشيش ببلاش، فالاهلي ايد وسام ابو علي في القائمه بتاعته. طبعا كلنا عارفين ان القيد قفل يوم 6، كان اخره يوم 6، فبالتالي من يوم 7 خلاص مفيش قيد جديد، المفتوح بس القيد للعيبه اللي تحت السن. تمام. اما بالنسبه للدوري الامريكي اللي رايح له وسام ابو علي، فالدوري الامريكي قدامه لغايه يوم 21 في الشهر ده علشان خاطر يأيد وسام ابو علي. لو ما أيدوش فبالتالي وسام ابو علي مش ضمن الفريق بتاعه. ولكن اللي فعلا معطل ان الاهلي يبعت البطاقه الدوليه بتاعت وسام ابو علي هي ان كولومبوس كرو نفسه ما دفعش الفلوس، ما دفعش اول قسط، متفقين على اقساط مع النادي الاهلي، هو ما دفعش القسط ده، فبالتالي الاهلي ما بعتلوش البطاقه الدوليه، خلى وسام ابو علي معاه بس. والاهلي عشان يضمن ان وسام ما يتباعش بشكل مجاني او يطلع بره الفريق، لان الاهلي لو ما كانش ايده في قائمه الموسم ده كان اللاعب هيقدر ينتقل لاي فريق براحته مجانا، هو اللي ياخد مقدم التعاقد وعادي جدا، الاهلي ملوش اي دخل لان يعتبر اللعيب مش على قوته. تمام. ده كده باختصار قصه وسام ابو علي. ونخش على الجزء الأهم في حلقتنا، وهو الثلاث ماتشات الصعبة اللي اتكلمنا عليهم في الأول والتشكيل الأقرب للثلاث فرق. هنبدأ أول حاجة بالماتش الأول وهو بيراميدز مع وادي دجلة. تمام. بيراميدز طبعا احنا اتفقنا الماتش ده هيبقى صعب جدا كمان، لأن وادي دجلة لسه راجع من دوري الدرجة التانية، فبالتالي هو عايز يثبت نفسه في الدوري الممتاز وعايز يقول أنا أقدر أنافس. وادي دجلة مش فريق مرشح ان هو ياخد البطولة، بس في نفس الوقت هو عايز يقول انا هنا، انا موجود، عايز يصارع الكبار، حتى لو ممكن ياخد مركز كمان ان هو ينافس في افريقيا، رغم ان هي تبقى صعبة شوية عليه، بس وادي دجلة بادئ بمعنويات عالية جدا جدا. هنبدأ اول حاجة بتشكيل بيراميدز، واللي بنسبة كبيرة هيبدأ هو الماتش. اول حاجة في حراسة المرمى احمد الشناوي، في قلوب الدفاع. اما عن طريقة اللعب فيوريشيتش احنا كلنا حضرناه السنة اللي فاتت وشوفنا هو بيلعب ازاي وبيحب او بيفضل يلعب ازاي. يوريشيتش بيفضل يلعب من على الاطراف، وبيعتمد على رأس حربة قوي، ولازم يكون قوي في الهيدرز علشان هو اغلب الوقت بيرفع عرضيات. وطبعا فريق فيه محمد الشيبي لازم يعتمد على العرضيات. محمد الشيبي اوفراته بتبقى مظبوطة بالمليمتر، وطبعا شفنا جونه في الاهلي تسديدة بوضعية غريبة بس جات جون، وفي نفس الوقت شفنا عرضيات كتيرة جدا ليه السنة اللي فاتت. فهو بيعتمد على الأطراف، وخاصة مصطفى فتحي اللي بيقدم مستوى رائع جدا من السنة اللي فاتت. ده أول حاجة. وادي دجلة بقى هيتصدى ازاي لبيراميدز؟ ادينا هنتفرج ونشوف، لان احنا ما شفناش وادي دجلة بالشكل الجديد بتاعه ده، لان هو قعد فترة تحت ولسه طالع، فاحنا لسه مش عارفين هيبدأ ازاي، بس بنسبة كبيرة هيبدأ قوي جدا جدا جدا. فاتمنى يكون ماتش ممتع، وانا اتوقع ان هو هيبقى ماتش ممتع جدا، لان وادي دجلة من الفرق اللي بتلعب كورة حلوة على الارض. ده بالنسبة لماتش بيراميدز ووادي دجلة. نخش على ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا. اول حاجة هنبدأ بالتشكيل الشبه رسمي للزمالك والشبه محسوب. اول حاجة في حراسة المرمى هيبدأ بمحمد صبحي، في قلوب الدفاع حسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش، باك يمين هيبدأ بعمر جابر، باك شمال هيبدأ ببنتايك، رغم ان في ناس بتقول هيبدأ ب3 في خط الدفاع، ولكن انا بشوف ان هو انسب خطة للزمالك هي 4-3-3، فهو بنسبة كبيرة هيبدأ 4-3-3. قلنا الاربعة الدفاع. نخش على الثلاثي بتاع نص الملعب. اول حاجة هيلعب لعيب رقم 6 وهو دونجا صريح، وقدامه اتنين بيأدوا 8 و10، هنشوف مراكزهم في الملعب هتبقى عاملة ازاي.
وهم عبد الله السعيد وناصر ماهر. هيبدأ بجناح يمين بنسبة 80% آدم كايد، هيبدأ بآدم كايد جناح يمين. وهيبدأ جناح شمال بنسبة 90% هو هيبدأ بشيكو بنزا، لأن شيكو بنزا لعيب هو حاجز مكانه في التشكيلة الأساسية. وهيبدأ برأس حربة، في ناس بتقول هيبدأ بعدي الدباغ، بس لا، هو هيبدأ بناصر منسي، لأن عدي الدباغ لسه منضم للفريق تقريبا، ما حضرش غير حصة تدريبية واحدة، فبالتالي هو بنسبة كبيرة هو مش هيبدأ بعدي الدباغ. ممكن عدي الدباغ نشوفه كبديل في الشوط الثاني مثلا، لكن كرأس حربة هو مش هيلعب غير بناصر منسي. اما بالنسبه للاعب الجديد وهو بيزيرا طبعا ما اعتقدش ان هو يبدا الماتش، لان هو لسه جاي منضم جديد، ده كمان منضم بعد عدي الدباغ، فبالتالي صعب ان هو يبدا في بدايه الماتش. وممكن نشوفه الشوط الثاني على حسب مجريات المباراه، لو الزمالك كسبان فرق فاعتقد الفرقه تبقى مستريحه، كل اللعيبه تعرف تأدي، المدرب هيبقى عايز ان هو يكسب اكبر قدر من اللعيبه في الماتش ده. ولكن تعالوا نخش على سيراميكا شوية. سيراميكا فريق صعب جدا، سيراميكا فريق يعني هو كان مفنش خامس السنة اللي فاتت، فريق صعب جدا، وكمان معاه مدرب قوي جدا وهو علي ماهر. علي ماهر بيحب يعتمد على الأطراف، وبنشوف تيكي تاكا وبنشوف باصات كتير. اللعيبة بتاعت سيراميكا كلها بتعرف تلعب على الأرض، بتعرف تباصي، بتعرف بتتحركوا من غير كورة. وخاصة أنا بشوف إن معاهم واحد تقيل جدا قدام، وهو فخري لقاي. فخري لقاي لعيب حريف وسريع. هو ممكن الفينش بتاعه السنة اللي فاتت ده ما كانش أحسن حاجة، لكن كلنا شفناه مع بيراميدز وشفنا هو قد إيه لعيب جامد جدا. تمام. فسيراميكا كليوباترا قدامها مباراة صعبة، بس انا متوقع ان سيراميكا مش هتسيب المباراة بالسهل للزمالك. الزمالك كعبه عالي على طول على سيراميكا، بس في نفس الوقت سيراميكا مش فريق يستهان بيه. فهنشوف ماتش قوي جدا ان شاء الله، وانا متوقع ان ده هيبقى تقريبا من امتع ماتشات الجولة الاولى. تمام. كده احنا قلنا تشكيلة الزمالك، وقلنا طريقة لعب فيريرا 4-3-3، وقلنا كمان سيراميكا هيلعب ازاي. وتوقعاتي انا للماتش ده ان هو هيبقى ماتش صعب على الزمالك وعلى سيراميكا كمان، بس توقعاتي للماتش ان الزمالك هيكسب فرق 1 أو 2، يعني ممكن تبقى النتيجة مثلا 3-1 2-0، بس انا اتوقع ان سيراميكا هيسجل، فالنتيجة الاقرب هي 3-1. نخش على الماتش الاهم بالنسبه لي، عشان انا طبعا انا اهلاوي، فنخش على ماتش الاهلي ومودرن سبورت. طبعا ماتش صعب جدا على فريق الاهلي، وخاصه ان مودرن سبورت السنه اللي فاتت كان بيعدي بفتره من اصعب فتراته، فهو بالتالي عايز يثبت نفسه ان هو قد المنافسه، وان هو يستاهل ان هو يقعد في الدوري المصري، مش علشان الاتحاد او الرابطه قرروا ان هم ما ينزلوش حد او ما فيش هبوط السنه اللي فاتت، ففيوتشر قعد زي ما بيقولوا بالكوسه يعني. لا، هو فيوتشر عايز يثبت نفسه ان هو فريق كبير، ففيوتشر عمل صفقات كتيرة جدا جدا، وتعاقد مع لعيبة كتير. الماتش هيبقى صعب جدا اكيد على فيوتشر، لان الاهلي داخل بسكواد مرعب للجميع، الاهلي داخل باقوى سكواد في افريقيا حرفيا، الاهلي داخل بكل اللعيبه التقال، وتقريبا ما فيش اي اصابات في صفوف النادي الاهلي غير هو امام عاشور بس، وقلنا ان هو هيلحق ان شاء الله بعد 3 مباريات. فنخش على تشكيل الاهلي المتوقع، وقلنا هيبدا بالشناوي في حراسه المرمى، باك يمين بنسبه 90% محمد هاني، هو راجل مقتنع بيه جدا. قلوب الدفاع هيبقى ياسين مرعي بيميل ناحيه الشمال، وياسر ابراهيم هيبدا ناحيه اليمين. وباك شمال هيبدا بنسبه 90% هيبدا بكريم فؤاد، هو مقتنع بيه جدا كباك شمال، وهو بصراحه قدم مستويات جامده جدا. واللي مش فاكر، كريم فؤاد كان بيلعب مع نادي انبي، وكان بيلعب اوقات باك شمال وباك يمين وجناح يمين وجناح شمال، يعني بيلعب في كل المراكز اللي على الخط تقريبا. فكريم فؤاد لعيب مهم جدا بالنسبه لخطه ريبيري. في نص الملعب هيبدا بمفاجاه، الناس كلها بتقول ان هو شايف حاطط ديانج ومروان عطيه، بس الاتنين دول في نص الملعب، وكمان معاهم كوكا، لسه مش عارفين كوكا هيروح الدوري التركي ولا لا. فهو بنسبة كبيرة في ناس من الجهاز الفني بتقول له ابدأ بأليو ديانج، بس هو الراجل شايف ان ديانج طلوعه بالكورة صعب شوية، فهيبدأ بنسبة كبيرة بأحمد رضا، هو اللي رقم 6. يبقى كده في نص الملعب أحمد رضا رقم 6، وهيبدأ بجنبه محمد علي بن رمضان،
وقدامهم بنسبة 90% هيبدأ بقفشة. واحنا شرحنا الفيديو اللي فات ليه قفشة. هو شايف قفشة لعيب يقدر يمسك الكورة ويقدر يتحرك بالكورة ويتحكم في الريتم كويس، هو محمد علي بن رمضان. فبالتالي هو عايز يحط قفشة رقم 10. ليه؟ علشان يفضي الجناح اليمين لزيزو، لان هو الشحات بنسبة كبيرة مش هيلعب جناح يمين تاني. انت عندك جناح يمين كده زيزو وطاهر، محمد طاهر. الشحات ممكن يشارك شوية في نص الملعب. الماتشات الأخيرة سمعنا فيها ان الشحات بدأ في نص الملعب هو، فاحنا هنشوف هيبدأ ازاي. بس بنسبة كبيرة الشحات هيقعد دكة وهيبدأ بقفشة، وجناح يمين زيزو، وجناح شمال تريزيجيه. رغم ان الناس بتقول بن شرقي ممكن يبدأ، لا انا بقول تريزيجيه هو اللي هيبدأ. هو الراجل مقتنع جدا بامكانيات تريزيجيه، وده تريزيجيه لا خلاف عليه يعني، ومش هنقدر نتكلم عليه يعني. هو بس مشكلته في ضربة الجزاء اللي ضيعها من ساعتها واحنا مش فاهمين تريزيجيه تايه في الملعب. ورأس حربة واللي هو شايفه هيبقى هداف الموسم ده في الدوري وفي دوري ابطال افريقيا، وهو المخيف محمد شريف. محمد شريف طبعا شفناه في الوديات، وده اقل حاجة عند محمد شريف. محمد شريف لعيب قوي جدا، لعيب سريع، لعيب خفيف، لعيب دماغه شغالة في الملعب، بيعرف يتحرك وبيعرف ياخد الكورة من زمايله وبيعرف يفتح لهم مساحة. دي التشكيلة. اما عن طريقة اللعب فالاهلي هيعتمد بنسبة كبيرة على الاطراف. ريبيرو بيحب يبدأ بالكورة من تحت وبيطلع على الاطراف، وبيبدأ ان هو يعتمد على تحركات رأس الحربة. هو بيحب رأس الحربة المتحرك، مش رأس حربة يبقى صندوق بس، لا هو عايز رأس حربة متحرك زي محمد شريف. عشان كده هو شايف في شريف ان هو يقدر يحقق له كل اللي هو عايزه. اما مودرن سبورت، فمودرن سبورت اللي شفناه منه السنة اللي فاتت كان بصراحة مستوى هزيل جدا يعني، مع احترامي لمودرن سبورت طبعا فريق كويس وكل حاجة، وكان بيقدم مستوى رائع السنة اللي قبلها. بس محدش فاهم السنة اللي فاتت ليه بقى بالمستوى ده وبالأداء ده. فأنا أتوقع إن مودرن سبورت هيبقى نازل عايز ياكل الأرض علشان خاطر يثبت إن هو فريق كبير جدا. وتوقعاتي انا لماتش مودرن سبورت والنادي الاهلي هيبقى ماتش صعب شويه على مودرن سبورت، لكن بالنسبه للاهلي بنسبه كبيره هيبقى ماتش في المتوسط. يقدر الاهلي يحقق المكسب بكل بساطه. واتوقع ان الماتش ده هيخلص 2-0 او 3-0 للنادي الاهلي، لان ريبيرو بيحب الكرة الهجومية. هو بيهتم بالدفاع شوية بس هو بيحب الكرة الهجومية، ما عندوش مانع ان هو يخش فيه جون او 2، بس مقابل كده بيكسب سكور، بيكسب فرق كبير كمان. فاتوقع ان الماتش ده يكون ممتع، وان شاء الله الاهلي يحقق المكسب. واهم حاجة ان احنا نتفرج على ماتش كويس. وانا متوقع ان الدوري السنة دي هيبقى من اقوى الدوريات في تاريخ مصر. كل الفرق مستعدة، كله داخل الدوري بحماس كبير جدا. فاتمنى ان شاء الله يكون دوري كويس، ونتفرج على كورة ممتعة السنة دي. وكده تكون حلقتنا خلصت النهاردة. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم متنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. مع السلامة.